ألم شديد في جنبك وبيسمع في أسفل البطن، ممكن يكون إيه؟ معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعنق. هنتكلم النهارده عن المغص الكلوي كأحد أكثر الآلام شيوعًا، الحاجات اللي ممكن تسبب مشاكل كبيرة تخلي المريض يجري على المستشفى علشان يروح الاستقبال ياخد مسكن. المغص الكلوي بيبقى سببه المباشر أو أكثر الأسباب ليه هي تكون حصوات. طب إيه الأعراض اللي ممكن الواحد يحس بيها مصاحبة للمغص الكلوي وتكون يعني تقترح أو تؤدي إن الواحد ممكن يكون شاكك إن يكون في حصوة أو مشكلة في الجهاز البولي؟ حدوث تغير في لون البول أو تغير رائحة البول، أو ممكن يكون لون البول فيه دم زي ما بعض المرضى بيلاحظوا الموضوع ده. ممكن الموضوع ده يبقى مقترن بارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة أو رعشة. ممكن يبقى برضه مقترن برغبة في القيء أو قيء مستمر، أو ممكن يبقى مقترن بأعراض أخرى زي تسميع الوجع في أسفل البطن أو في الفخذ. إيه الأسباب المباشرة لتكون الحصوات اللي ممكن تعمل النوع ده من الآلام أو المشاكل الجهاز البولي؟ الحصوات دي ممكن تتكون نتيجة بعض العادات الغذائية السيئة زي قلة شرب المية أو بعض أنواع الأكل اللي ممكن تزيد ترسيب أملاح الأوكزالات في الكلى أو في البول. في بعض أنواع الحصوات بيبقى وراثي زي حصوات السيستاين. في بعض الحصوات بتبقى نتيجة بعض الأدوية اللي بتؤدي لفقد نسبة من السوائل من الجسم، بالإضافة طبعا للحاجة الأساسية اللي ممكن كلنا بنتعرض ليها إن هي قلة شرب المية. طيب إيه هي طرق الوقاية من المغص الكلوي؟ طرق الوقاية من المغص الكلوي معناها إن إحنا لازم نتقي تكون الحصوات أو نعالجها بأسرع وقت ممكن وهي لسه صغيرة، أو ممكن التعامل معها بعلاج دوائي أو علاج بسيط. طبعا نتجنب الأدوية اللي ممكن تسبب تكون الحصوات، أو لو ضروري ناخدها لازم تبقى تحت إشراف طبي. الحاجة التانية لازم نشرب كمية كبيرة من المية، وبالذات في الصيف نتيجة إن إحنا بنفقد سوائل كتير. لازم نبعد عن بعض العادات الغذائية السيئة زي بعض الأطعمة اللي بتحتوي على الأوكزالات أو بعض الأطعمة اللي بتحتوي على اليوريك أسيد زي اللحوم الحمراء. وفي حالة إن إحنا أكلنا حاجة من الحاجات دي لازم نشرب كمية مية كبيرة بعدها. من الحاجات التانية برضو اللي ممكن نتقي بيها تكون الحصوات إن لو في مشكلة وراثية في العيلة عارفين إن ممكن في زيادة في تكون أو فرصة تكون الحصوات، لازم نعمل أبحاث حتى لو مفيش شكوى، نتيجة إن هو ممكن يكون في حصوة صغيرة لسه بتتكون من المرض الوراثي اللي موجود، ونلحق نتعامل معاها وهي صغيرة قبل ما تعمل مشاكل كبيرة لا قدر الله. هل علاج المغص الكلوي ممكن يكون جراحي؟ غالبا لا. معظم التدخلات دلوقتي بالنسبة لأسباب المغص الكلوي اللي هي على أولها الحصوات بيبقى تدخل غير جراحي، بمعنى إن هو ممكن يكون تدخل دوائي أو تفتيت للحصوة بأحد الوسائل. الوسائل دي بتبدأ من التفتيت بجهاز الموجات التصادمية، أو التفتيت عن طريق الليزر، أو التفتيت ببعض أنواع الأدوية في بعض أنواع الحصوات. استنونا في فيديوهات جديدة لمعلومة جديدة عن أمراض الجهاز البولي.